لو عايز ما تخسرش دهون يبقى تعمل اللي هقول لك عليه ده. الهدف بتاعك هنا انك تشوف عرق كتير، فهتروح تعمل اي مجهود كبير عشان تشوف العرق كتير ده. شايف بقى الموضوع ده؟ تعال نرميه كده ونتكلم في الموضوع الاساسي. عمليه تحليل الدهون او تحطيم الدهون دي عمليه اسمها عمليه الايض. بكل بساطه معنى عمليه الايض ان هو بيتم تحطيم الدهون الى حمض دهني وبعد كده بيتاخد لانتاج طاقه. وهنا بقى بيجي دور الاكسجين. عشان تحصل العمليه دي بالظبط بتكون محتاجه الاكسجين عشان انتاج الطاقه. يجي بقى هنا دور الميتوكوندريا، وتستخدم الميتوكوندريا الاكسجين عشان تكسر الاحماض الدهنيه. وخلال العمليه دي بيتم تكسير الاحماض الدهنيه لوحدات صغيره، ويتم انتاج ثاني اكسيد الكربون كناتج فرعي من انزيم اسمه اسيتايل كونزين A. بعد كده يتم نقل ثاني اكسيد الكربون خلال الدم للرئتين عشان يطلع من الجسم عن طريق التنفس. يعني كل القصه ان الدهون بتطلع من الجسم عن طريق التنفس او عمليه الشهيق والزفير. بس ده مش معناه طول ما انا قاعد افضل اخد شهيق وزفير بالمنظر ده، لان انا كده هكون بعمل حاجه اسمها هايبر فنتيليشن، وده معناه ان انا مش بعمل تنفس بطريقه صح لجسمي، وده هيوصلني لهبوط. واكتر حاجه هتخلي جسمك يتنفس لوحده بطريقه صح انك انت تروح تلعب كارديو وما تركزش اصلا مع العرق بتاع جسمك، ركز بس في طريقه التنفس بتاعك، لان دي الطريقه اللي هتساعدك على اخراج الدهون من جسمك. بس كده. لو عايز تفهم اي حاجه تاني اكتب لي في كومنت تحت، وما تنساش تصلي على النبي. Croc Coach.